الصحفي. السفير الياباني النهارده قال اسمه نوريهيرو اوكودا زار النادي الاهلي زي ما بقول لكم صباح اليوم، وكان في استقباله زي ما انتم شايفين هذه اللقطات لزياره السفير الياباني للنادي الاهلي صباح اليوم. كان في استقباله الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب، مهندس خالد درندالي، مهندس خالد مرتجي، اللواء محمود علام. الكابتن حسن حمدي رئيس النادي قال ان زياره سفير الياباني للنادي تعد زيارة خاصة لما تمثله اليابان من ذكريات وتاريخ خاص من إنجازات النادي الأهلي، أهمها الوصول 4 مرات لبطولة العالم في اليابان، معتبرا هذا إنجاز لم يشارك الأهلي به سوى أوكلاند سيتي النيوزيلندي. كابتن حسن قال إن الأهلي يتمتع بحظ جيد مع اليابان، حيث أنه سبق وحقق ميدالية هناك في 2006. كما أن الأهلي لم يصل إلى أي بطولة إلا من خلال إقامتها في اليابان. سبحان الله، حاجة غريبة جدا، يعني البطولة تخرج من اليابان الأهلي يخسر بطولة أفريقيا وما يروحش، البطولة في اليابان الأهلي يكسب بطولة أفريقيا ويروح. حاجة دي تلازم بين الأهلي واليابان بطريقة غريبة جدا. يعني لما راحت سنتين أبو ظبي الأهلي خسر البطولتين وما راحش وما سافرش وما اشتركش يعني. فهو يعني إيه، اليابان جاية على إيه، على التجو. على فكرة امبارح شفت في النشرة امطار ثلجيه في اليابان، حاجه قلت ربك قلت بقى على البعثه كلها وعلى كل الناس طبعا. يعني حاجه مش مع تلج، كميه تلج رهيبه جدا، وادت لانقطاع تيار كهربائي وبتاع. قلت الطف يا رب ربنا يعديها على خير. كانت امبارح في نشره التلفزيون المصري يعني بالليل، فقلت ربنا يسترها. يعني هي الفتره دي في اليابان بتبقى قاسيه جدا في البرد، برد بجد. يعني اللي احنا عندنا ده هنا ده دلع وهزار وكده يعني، كل واحد فينا يتغطى 3 4 بطاطين وبتاع. لا، هناك قصه تانية خالص يعني. ف ده استقبال السفير الياباني. على فكره الاعلام الياباني كمان قناه NTV مهتمه بالنادي الاهلي، وجت هنا عملت صورت النادي الاهلي. وعلى فكره القناه دي ليها حقوق بث بطوله العالم للانديه. عملت تقرير كامل عن النادي الأهلي، وقالت من خلال التقرير ده شرحت إنجازات تاريخ بطولات النادي الأهلي وأبرز اللاعبين، أبرز الأسماء في تاريخ النادي الأهلي. يعني زي ما يقول إيه، فيلم تسجيلي، فيلم وثائقي عن النادي الأهلي عشان هيعرضوه قبل بداية البطولة. أكيد ده زيه زي بقية كل الأندية يعني، مش يعني أنا مش بزودها يعني، مش عملوا كده للنادي الأهلي وما عملوش مثلا كده لتشيلسي ولا الكورنثيانز ولا الأندية، عملوا يعني. ده أنا بقول اهتمام القناة بالبطولة، جم عملوا كده للنادي الاهلي زيه طبعا زي باقي ال6 انديه وال7 انديه اللي مشاركين في البطوله. فهم كانوا متواجدين بقى لهم فتره في النادي الاهلي، بيصوروا، بيعملوا لقاءاتهم وشغلهم كله علشان هذا الفيلم اللي عرضه قبل بدايه البطوله. ايضا من ضمن الاخبار النادي الاهلي طبعا